حبايبي الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا. المقصقص وفي رواية أخرى من جنوب البلاد بخمري. من الوصفات الجميلة اللي يا جماعة الخير في الشتاء احنا نحبها ونعشقها اللي هي المقصقص أو الباخمري. طبعا الطرق والوصفات مختلفة من مكان لمكان، لكن الكل بيتفق إنه هي عبارة عن عجينة مخمرة يا جماعة الخير، طعمها شوية حالي، معاها نكهة الهيل، بنقصقصها أو بنقطعها وبنرميها في الزيت تنتفخ معاك ويا سلام. وهذا الدونت اللي تاكل في اليمن. يوه. طيب حيكون كذا مفرغ من الداخل، لازم عشان العجينة تكون معاك ناجحة لازم من الداخل يكون مفرغ، في له طعم الخميرة، وبنشربه مع الشاي العدني. يا سلام، شاي عدني مع المقصقص. وهذه حتكون ضمن السلسلة الجميلة هذه، والمقادير اللي راح اسوي لكم اياها جدا مرتبة وراح تعجبكم بإذن الله. جاهزين؟ نحتاج فقط المنشفة، وشوفوا معايا الوصفة. بسم الله نبدأ. والموضوع جدا سهل. أول حاجة نحتاج طحين، نحط له حليب بودر وسكر وشوية خميرة، شوية زيت، وللتبهير هيل هو اللي بيعطي النكهة، وحبة بركة لو حبيت، هذا مش أساسي. والآن نضيف الموية بالتدريج، صلي على النبي وملح. والآن نعجن، تضرب إلين ما تمسك معاك، تشيلها وتخمرها ساعة. بعد التخميرة هذه تقوم تفردها وتقصقصها وتخليها كمان تخمر كمان زيادة، ونادي الزيت وخليه شوية حامي وخليهم ياخذوا كذا تان. بعد ما تطلع خلاص وزعها وجهز الشاي العدني. طق طق طق. ايوه هي دي، وتعال ذوق واستمتع. يا سلام، شوف كيف مفرغة من الداخل، هي دي، وهذه نقول عليها الله الله.